السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. وطبعا جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. انا بقى كنت بالليل، كانت يوم الخميس بالليل، كنت نزلت السوق انا وماما، جبنا طماطم عشان انتوا عارفين ان في عيد النصارى فهيقفلوا كده. اكترية الخضروات عندنا يعني النصارى، فجبنا خضار. وده كان الجمعة الصبح، الساعة اقول لكم الساعة 9:30 بالظبط، 9:30 الصبح. كنت بقى نزلت انا واختي الصبح بدري كده، جبنا كرومبوية عشان ماما مكانتش موجودة، فنزلت انا وهي. جبت بقى كرنباية، فتحت فرغتها من بعض. واقول لكم بقى هنا ايه، هغسل الطماطم وارجع لكم تاني. هنا بقى حطيت طاسة، قصدي سوري حلة. وانا بقى كنت طلعت كمية من الكرنب، وصلت الطماطم، وصلت الخضرة، وصلت الفلفل والبتنجان، وظبطت الدنيا. وهنا بقى نحط زيت، كمية زيت كده حلوة، عشان نعمل تخدين تسبيكة المحشي. طبعا مرضتش اطول عليكم عشان طبعا شفتوا تسبيكة المحشي كذا مرة. حطيت بقى معلقة ليا، قطعت بقى يجي 6 بصلات كده على ايدي واقفه كده. انا بقى كنت برضو خلاص قربت اخلص الكرنب، يعني كنت قربت اخلص اسلقه. طبعا انت عارفين ان الكرنب بتاعتها من دلوقتي ده الموسم بتاعه، جميل جدا بصراحه، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى كنت خلصت الكميه، وانا قطعت قرن فلفل على البصله، سبتها لغايه ما تصفر كده، بقت يعني بقى تتحمر. اقلب بقى فيها كده زي ما انتوا شايفين. بس كده هنبدأ نعمل تسبيكة المحشي بطريقة مختلفة. يعني الطريقة دي أنا بعملها ساعات وساعات لا، يعني ساعات ساعات لا، حسب ايه، يعني حسب ما كنا نفسي في محشي ايه، يعني فاهمين. هنا بقى كنت خلطة شفشق ونص طماطم، طبعا مش مصفيينهم، عشان طبعا انتوا عارفين تسبيكة المحشي مش بنصفيلها، بنصفيش الطماطم. هنا بدأت تغلي، هي كانت خلاص قربت تتسبك، يعني بدأت تغلي ولسه هوطي عليها. نقفل بقى عليها. ولكن هنا بقى كنت خلاص خلصت الكرنب. وهنا بقى ايه، غسلت الرز، معايا رز حوالي كيلو او كيلو الا ربع. هنا بقى كنت انا واختي قاعدين عمالين ايه، ن... نقطع كرنب. انا وهي قعدنا كده بقى. هنا بقى قلت لها ايه، قطعي الخضره، هي بتحب تقطع الخضره. هنا بقى كنت خلاص قربت تتسبك. تقول يا جماعه ما السمنه طلعت على الوش، يبقى كده التسبيكه اتسبكت. هي بقى معايا بابريكا وبهارات، كمون وكزبره وفلفل اسود وملح وشويه نعناع. نحطهم بقى كده على التسبيكه. نقلب بقى. انا بحب احط التوابل في الاخر عشان تبقى لسه محتفظه بنكهتها، فاهمين قصدي يا جماعه. برضك في الاول فكرة حطيت شويه سكر، وحطيت مكعب مرقه، بس قلبتها بقى ونقصت منها عشان التسبيكه دي يعني كتيره شويه عن الرز، فشلت منها حبه وايه، والباقي يعني قلبت بيه. ده بس كنت شلت. هنا بقى معايا الرز، طبعا كنت غسلاه وركناه. نحط بقى كل كميه الرز ونقلب. طبعا انا بقى يا جماعه انا بقلب على النار، في ناس بتقلب على البرد، انا بحب اقلب على النار عشان لو في اي ميه ايه، يعني الرز الشربة ما بقاش ايه، في ميه كده بيبقى يعني مش حلو. لا انا بحب يبقى ناشف كده، عشان ما اي ميه ما تبقاش عامله مخليه المحشي كده طاغي كده. لا انا بحب المحشي يكون ملفوف كده حلو، ما يبقاش طري كده وتحس ان في ميه بينزنز ميه. لا طبعا. هي بصي يا جماعه خطوات سهله تعمليها في المحشي. طبعا انا عملت كذا مره معاكم المحشي يعني على القناه، بس يعني خطوات سهله تعملي احلى محشي. انا بص اول حاجه قلبنا، بس حتى بص هتلاقوا ميه، انا طبعا بسيبها على النار عشان خاطر كده. بس بقى هنا كان معايا بصلايه، طبعا دي المرتة البصلية كده. احنا يا جماعة خدنا حلاوة المحشي المتسبك والمحشي الناي في ناي. حطيت بقى بصلاية وملح وكزبرة وفلفل اسود وكمون على البصلة دي. قلبها كده يا جماعة، جربوها، تحفة تحفة تحفة. ماشي، حطينا بقى كده. وانا بقى ايه، قعدت بقى على الارض، وقعدت بقى اقلب ومش عارفة ايه. بعدين بقى ايه، بعد ما شلت طبعا من النار، رحت حطها ايه، حطيت عليها الخضرة عشان الخضرة ما تتبلش وريحتها تروح. لا احنا ايه، ما نحبش كده، نحب نحط الخضرة في الاخر خالص. انا بقى قاعدة عمالة اقلب، وحطيت توم ني طبعا، وظبطت الملح وكده، وحطيت شوية شطة. برضه هزود خضرة تاني، كانت حاسة الخضرة دي فزودت خضرة تاني. بس كده. طبعا مش هقولك متنسيش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك، وطبعا شارك في القناة عشان يوصلك كل جديد مني، ووجودي كالعادة فوق راسي. بس كده. بحبكم في الله.
ان شاء الله نكون اكبر عيلة على اليوتيوب. وطبعا كل واحدة بتحبني وبتحب تتفرج على فيديوهاتي تعملي لايك واشتراك في القناة. يا جماعة أنا بجد هعمل الموضوع ده عشان خاطر انا عندي مشاهدات كتير جدا وما عنديش يعني ما عنديش مشاهدات، ما عنديش قصدي متابعين. يعني بقى طبعا عملت الفطار بتاعنا بتاع كل جمعة، مرضتش طبعا ادوشكوا بيه، يعني قلت خلاص بقى عشان هم عرفوا. انا بقى قلت اشرب عملت شاي انا واختي وماما. ماما كانت في مشوار وجت، فطرنا وشربنا الشاي. تروح بقى يا جماعة فطرنا وشربنا الشاي. طبعا كنت نايمة اليوم ده الساعة 4 الفجر وصحيت 8 الصبح، فبصراحة ما قدرتش، كلت وشربت الشاي ونمت شوية بعد نمت كده على بعد العصر. صحيت على بعد المغرب. كانت ماما بره طبعا جابت فراخ وهي جاية، كنا جبنا ماما جابت لنا وراك. بس بقى دي ماما عشان كنت نايمة بصراحة، كنت تعبانة جدا ونمت. آه صح يا جماعة، فكرة احنا لفينا المحشي لفينا، والله العظيم يا جماعة خلصنا المحشي كان يعني يعتبر صلاة الجمعة خلصت. هنا بقى ايه، اقول لكم بقى البصلة طبعا احنا عملناها في الفيديو بتاع راس الصينية اللي جاب مشاهدات كتير جدا. انا بقى هنا انا صحيت من النوم وقمت كملت. طبعا البصلة دي محطوط عليها ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون وبهارات فراخ وكركم وكاري وايه تاني وبابريكا زي ما انتوا شايفين كده. هنحشي بقى الفراخ تحت الجلد. طبعا انتوا عارفين طبعا مش طبعا، طب اول مره تيجي عندي مثلا، اول مره تشوفني عايزه الطريقه بالتفصيل هتلاقيها في الفيديو اللي قبل اللي فات، بتاعت زيت البطاطس اللي جاب بتاع مشاهدات كتيره. بسم الله ما شاء الله، جايب مشاهدات يعني جايب 100 وحاجه في يوم. بسم الله ما شاء الله يعني. يعني بس زيت البطاطس كانت يعني تكاتها بسيطه بس عملت مشاهدات حلوه جدا. هنقعد بقى نتبل بقى كل الفاقي طبعا دي بايدينا، نحشي كده تحت الجلد. ويا سلام بقى يا جماعه لو سبتيها مثلا ساعتين تلاتة. بس المشكله ان انا ماما جابت الفراخ وانا يا جماعه كنت تعبانه والله العظيم، ما كنتش شايفه قدامي. طبعا انتوا عارفين طبعا المحشي بعد ما بتعملي تعبي. يعني انا عملت محشي ماشي، واختي راحت مروقه الشقه، وانا صبنت المواعين ومش عارفه عملت ايه تاني، عملت حاجات كتير ولميت المطبخ ولميت الحمام مش عارفه ايه. يعني بسم الله ما شاء الله اليوم ده انا ما قدرتش بجد. حتى بنت خالتي جت عندنا قالت لي اعملي وافل، قلت لها بقول لك ايه انا مش قادره انا تعبانه النهارده. فان شاء الله ان شاء الله في فيديو ان شاء الله جاي اعمل لكم وافل، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله. بس كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى ايه خلصت خلاص بقى كمية الفراخ كلها. يعني أنا كنت جايبة 4 وراك تقريبا. يعني قد يعني احنا اصلا عملنا الاكل ده يوم واحد. انا النهارده بعمل لكم المونتاج النهارده السبت. ماما كانت نهارده بصراحه عامله لنا كشري بصراحه يا جماعه، برضو كنت منزله طريقه الكشري وماما كانت عاملاها. جربي بس يا جماعه طريقه الكشري دي وعمرك ما هتندمي، والله العظيم تحفه تحفه. ان كانت في حته شعريه فقلت اشيلها، ممكن ماما حد يعني كان مرضفها ما خدش باله. طبعا عشان الشعر ده طبعا في ناس على فكره يا جماعه بشوفهم والله العظيم على النت. والله شفت واحده بدون ذكر اسماء يعني، والله العظيم حاطه الجناح وهو فيه شعر مطرح الفراخ. والله يا جماعه لا ما ينفعش. الفراخ دي لازم تتغسل كذا مره يا جماعه. الفراخ دي بيبقى فيها برضو يعني جراثيم وحاجات، لازم تغسليها كويس جدا وتنضفيها كويس جدا. انا بقى جبت صينيه قلت بقى ايه ارص فيها الفراخ عشان اسويها، عشان احنا كنا عايزين نتغدى. صحينا من النوم كنا ايه عايزين نتغدى، واختي كانت جايه، اختي كانت عندها فرح وجت. فايه ما قلت لازم ايه نعمل الاكل عشان نتغدى كمان. كان بعد العشاء كمان، يعني الموضوع ده كان بعد العشاء. هنرص بقى كده الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. بس بقى الصينيه حطيت عليها من فوق ملح وفلفل اسود بس وشويه بابريكا بقى. اقول لكم بصوا شكلها جميل. تعملها بس بتاع عمل من الورك دبوس ولا ايه. اقول لكم ايه احنا خلصناها. انا بقى انا كنا حشينا المحشي وايه و... وكنت راكناه في التلاجة عشان طبعا ما يحمضش او اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده بقى كان معايا عندي شوربه لحمه طلعتها من الفريزر. كنت ماما سلقه لحمه وشايلها في الفريزر فطلعت منها اللحمه، طلعت قصدي منها شوربه. وهنا بقى كانت خلاص هي الفراخ بتستوي يعني كانت داخله في السوا.
والله يا جماعة المحشي ما بياخد وقت، هو بيتعب صح، بس يعني انا اتعودت عليه خلاص. اتعودت الحمد لله. والله يا جماعة احكي لكم على موقف. ساعة قراية فتحتي، كان في شهر 8. كنا عاملين يا جماعة، والله 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 اقول لكم حلتين كرومب، وحلتين بتنجان، لا 3 حلة كرومب، وحلتين بتنجان، وحلة ورق عنب. والله العظيم كنا عاملين 6 حلل محشي يا جماعة، يعني عاملين كل انواع المحشي. كنا عاملين جلاش، كنا عاملين ملوخية، كنا عاملين بامية، كنا عاملين فراخ، كنا عاملين لحمة. والله والله يا جماعة كنت نفسي بجد الفيديو كنت مصوراه بس ما كملتهوش، ما عرفتش، كنت نفسي انزله لكم على القناة. والله العظيم تاني كان بسم الله ما شاء الله كنا عاملين اكل كتير جدا. هنا بقى كنت ايه، طبعا مولعه على المحشي، حطيت عليه ملح ملح وكمون شويه شطه، وحطيت صلصه، وتقريبا حطيت زيت، صح حطيت زيت ايوه، شويه زيت كده عشان يخلي المحشي بيلمع. وبعد ما يتشرب بحط معلقتين سمنه بلدي، حطيت معلقتين سمنه بلدي، بس مصورتهاش معاكم بصراحه. هنا بقى ايه، انا كنت الشوربه كانت بتغلي، نزقي بقى كده المحشي زي ما انتم شايفين كده، بس نقعد بقى كده نهز فيه. انا لسه ههز يعني، انا ايه، أنا كنت بدور تقريبا على الحته، على على الفوطه ولا ايه، كنت بقى هز كده عشان طبعا ينزل المحشي زي ما انتم شايفين كده. ده كنت شربته، انا بصراحه بحب اشربه يعني، هو طلع مظبوط بصراحه ومستوي. يعني بقى ان هو بيبدا يغلي. هنا بقى ايه، هعمل ملوخيه خضراء. كانت ماما جايبه ملوخيه خضراء، خرطتها، حطيت بقى يا جماعه في الشوربه توم، واقلب كده شويه تطلع ريحه التوم جميله جدا، بعملها بطريقه تبقى تحفه جدا. هنا بقى حطيت اهو التوم واقلب، وهنا بقى معايا الملوخيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كنت اخرطها في كيس يا جماعه، مش بحب اخرطها في صينيه او كده، ما بحبش بصراحه، بحسها ان هي مش عارفه بتروح في كل حته. بحب انا في كيس، احسن كيس تلاجة، واربطه واخرطها وانا واقفه. وبعدين بقى ايه، راح محطها يعني، راح مفضيها بقى في الشوربه، بس بقى الملوخيه كده القوام ده مظبوط جدا، حلو جدا. هنا بقى ايه، نعمل طشة الملوخيه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حطيت بقى هنا سمنه، معلقتين كده سمنه ومعلقه ونص سمنه. انا ده كنت لسه سايبه الفراخ بتستوي، ولسه كان المحشي هو بس حتى عمال يطلع دخان كان بيغلي. هنا بقى ايه، هحط توم، حط نص معلقه توم او معلقه إلا ربع توم، مش فاكره بصراحه يا جماعه. وهنحط كزبره، اقلب بقى كده تقلبتين مع الكزبره. يا جماعه كل اخواتي يقعدوا يقولوا لي احنا بنستغرب اوي طريقه تقليبك. اقول لهم يعني ايه، يعني يقولوا انت احنا بنستغرب. اقول لهم والله يا جماعه بقلب عادي. يقولوا لا انت بتقلبي قوي، مش عارفه اللي شايف كده يقول لي. يعني بقى نقول ايه، يشق بقى على الملوخيه يا جماعه، بس كده احلى ملوخيه تاكليها. جربي الطريقه دي ان شاء الله تعجبك. انا بقى حطيت نص معلقه زيت ونص معلقه سمنه عشان اعمل لسان عصفور. يا جماعه عايزين لسان عصفور يكون خفيف وما يتعبلكيش معدتك وتحسي بتاكليه كده وانت مش قادره تحسي تقول، ما تكتريش فيه السمنه، وحطي زيت، شويه زيت وشويه سمنه صغننين جدا، وحمريه، بس خلي ايدك فيه على طول، ما تسيبوش مثلا يعني تسيبيه يتحمر وانت واقفه بعيد، لا عشان ما يحرقش منك، ويطلع معاكي زي الفل وخفيف، وما يعجب يعني ما يتعبلكيش معدتك. يعني هو بدأ يتحمر، خلاص تقريبا هطشه. نحط بقى ايه، انا ما عنديش بصراحه شوربه خلصت من شوربه اللحمه، انا هحط بقى ايه، ميه. والله العظيم يا جماعه بيبقى جامد. حطيت بقى ميه، واحط مرقه سكر، واحط بابريكا، واحط لو عندك توم بودر حطي، بيدوله تيست عالي جدا.
بس كده. ده بقى كنت طلع خلاص الفراخ استوت، والمحشي خلاص اهو، كان خلاص ناقصله 5 دقايق. بس انا عصفور اهو، كان بيغلي هنا بقى صينية البطاطس. يبقى دخلت غيرت، عشان طبعا عارفين المطرح الاكل هدومي اتوسخت. هناك بقى هنا دخلت غيرت قبل ما الفراخ استوت اتحمرت. وقلت بقى ايه اطلع الفراخ، اقولها لكم اطلعها عشان ايه متبقاش ايه نسيت تورينا الحاجه. لا اهو ما وريت لكم الفراخ. بسم الله ما شاء الله، كان طعمها تحفه بألف هنا وشفا، الكل بياكل مطرح ما يسرى يمري. ماشي. بس كده. فضيت بقى الحاجات دي اللي هي السمنه دي في ايه في طبق صغير. بس كده. بس دي شكل الفراخ النهائي تحفه جدا. هنا بقى جت ايه اللحظه الحاسمه، شوفوا بقى وانا بقلب بقى المحشي. بصي القلبة دي بتخش كده في قلبي في قلبي في قلبي. بصي يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة.